لاصحابه انا كنت بعمل عمره في رمضان. ايه هو كان في غيبوبه مفتح عينه ولا عارف ينطق ولا عارف يتكلم، بيبص مش عارفنا زي العيال الصغير. بيعمل حمام بحقنه شرجيه وحاطين له مناخير وعنده التهاب رئوي من العنايه في قصر الحياه. عملوا له خرطوم في جنبه، عملوا له فتحه خرطوم. ارجوكوا ابني بيموت، ابني بيموت، انا بتوسل اليكم، ابني بيموت. انا خدمت السلام عليكم اخواتي في الله. شيروا الفيديو ده عشان الفيديو بتاع امبارح اتقفل، لان الصفحه التانيه اللي هي عامله اكونتات باسمي بلغت اللي انا مش انا، والفيديو اتقفل عندي. المهم، محمد شاب عنده 18 سنه كان بيهزر مع اصحابه في الدور ال 13 زي ما هم بيقولوا، فواحد من اصحابه زقه من الدور ال 13 فوقع فراح المستشفى. والدته كانت بتعمل عمره، اتصل عليها نزلت راحت تشوف ابنها دلوقتي عنده شلل في جسمه ومحتاج يتعالج، والست والدته زي ما انتم شايفين صرفت اخر جنيه في جيبها. وبعدين الثلاث شباب اللي بيهزروا ورموا محمد من الدور ال 13 دول المفروض يتحاسبوا، مفيش حاجه اسمها هزار. محمد لسه عنده 18 سنه، لسه صغير، فيا ريت نشير الفيديو ده عشان خاطر يوصل لاي حد في الدوله يعالج محمد. الست والدته ما عادش معاها حاجه، واللي يعرف يساعد يساعد، وربنا ما يحرق قلب ام على ابنها. الله غالب.